فاكرين طريقة الكيك اللي عملناه مع بعض، اللي قلتلكم هنعمل منه حاجتين، عملنا منه تورته وقلتلكم كمان هعمل سويس رول. هو ده بقى فيديو السويس رول. هسيب لكم الرابط بتاع طريقة الكيك في صندوق الوصف، وكل حاجة هتلاقوها داخل فيديوهاتي. انتوا عارفين بقى البساطة، السويس رول اللي هنعمله مع بعض ده ابسط من البساطة. اول حاجة احنا عملنا الكريمة بتاعتنا اللي هو الكريم شانتيه اللي بعمله معاكم على طول، وبعدين ضفت عليهم موز وفراولة، تقدري تضيفي انواع فاكهة تاني زي ما تحبي. وبعدين فردته على الكيك بتاعي بالكامل وابتديت الفه زي رول كده زي ما شفتوا بالظبط، ولو اتقطع الكيك منكم حته مفيش مشكله كملوا لف. وحطيته في استريتش راب ولفيته كده من الاطراف زي البونبونايه، ودخلته على الفريزر يمسك نفسه علشان تقدري تقطعيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبسكينه مشرشره قطعيه بكل سهوله هيتقطع معاكي. طبعا مش قادره اقول لكم طعمه عامل ازاي، حلو جدا. ولما اتقطع وانا بلفه مفيش مشكله، انتوا شايفين مش مقصره نهائي، يعني ما تخافيش وما تقلقيش من حاجه، النتيجه هتكون مبهره وحلوه جدا زي ما انت شايفه بالظبط. ودي بقى لحظه الانسجام وتدليل الذات، لازم تدللي نفسك، مش بس تدلليها، انت كمان تدلعيها وتحبيها وتهتمي بيها. مش عيب ابدا انك تحبي نفسك، لو حبيتي نفسك اللي حواليكي هيحبوكي، ولو اهتمتي بنفسك اللي حواليكي هيهتموا بيكي. واهم حاجة لو قدرتي نفسك اللي حواليكي هيقدروكي. لازم تبقى عارفة قيمة نفسك كويس جدا وتثقي في نفسك جدا جدا جدا، ساعتها بقى مفيش ولا حاجة هتقدر تهزك ولا تأذيكي ولا هتأثر على نفسيتك، لأن كل النقاط اللي ذكرتها دي هي نقاط القوة ليكي. خدتكم انا بالكلام ونسيت بقى اقول لكم شوفوا الجمال والدلع والقمر ده من اول الكيك لحد الحشوة. اتمنى اكون قدرت افيدكم، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.